اهلا وسهلا على حلقه جديده، معاكم كريم اشرف. والنهارده هنتكلم عن بيس اوف ايكويبمنت هي اندر ريتد جدا لكن الافكت بتاعها كبير قوي. هنتكلم عن الترايبود، وخلوني في الحلقه دي اقول لكم بقى على 5 بوينتس ليه كل مصور لازم يكون مع ترايبود. يلا بينا. طيب اول بوينت، عشان هي ممكن تكون obvious شويه واضحه، بس هي اهم حاجه ولازم نقولها في الاول خالص، وهي الشاربنس او الايمج كواليتي. بصوا يا جماعه، جوده الصوره اوتوماتيكلي من غير كلام هتطلع في حته تانية لو انت بتصور على ترايبود. مهما كنت بتصور وايدك ثابته جدا، مهما كنت بتصور والشاتر سبيد بتاعك عالي، مهما كنت بتصور في اجواء مشمسه، فانت متاكد ان الصوره هتطلع ثابته. كل ده حقيقي فعلا، بس فكره ان انت تحط الكاميرا بتاعتك على الترايبود اوتوماتيكلي هيخلي الصوره افضل. ليه؟ لان بكل بساطه لو في سلايد او في فايبريشنز طالعه من ايدي حتى لو كانت صغيره جدا، وانس ان انا حطيت الكاميرا بتاعتي على الترايبود، الفايبريشنز دي خلاص راحت. فمن غير كلام كده، عايز تعلي الشاربنس وتعلي الجوده بتاعت صورك، لو انت بتصور بقى صور زي برودكتس او لاندسكيب او وات ايفر، ايا كان نوع التصوير، لو انت عايز تعلي جوده الصور، الترايبود ده اكتر حاجه هتحمل لك الموضوع ده. تاني بوينت هي السيلف بورتري او الجروب فوتوز. اكشلي في كاتيجوري كبير جدا في التصوير هو سيلف بورتري، وناس كتير جدا بتتجه للموضوع ده. انت لو راجل لوحدك وعايز تصور نفسك وتصور نفسك في سينيريز كويسه، عمرك ما تعرف تعمل الكلام ده بغير ترايبود، فهي حاجه برضو اوبفيس جدا بس الناس بتغفل عنها. ونقطه الجروب فوتوز يا جماعه، لو انتوا في سفريه، لو انت مع اصحابك، ايفن لو انت لوحدك، انت متخيل لو انت كراجل مصور ومسافر لوحدك وعايز تاخد صور لنفسك في الانفايرمنت اللي انت سافرت لها مخصوص ديت، عمرك ما هتعرف تعمل حاجه زي كده غير في وجود الترايبود. فنقطه زي دي بنغفل عنها، لكن هي فعلا مهمه جدا ولازم ناخد بالنا منها. تالت بوينت بقى نتكلم عنها، ويمكن دي حاجه بقى ايه، الترايبود هو اصلا لازم يكون موجود. يعني هو ما بقاش اصلا حاجه ايه، لو جبناه هيبقى احسن، لو مش موجود قشطه، لا هو كده لازم يبقى موجود. الترايبود يا جماعه بيفتح البيبان لانواع تصوير هو لازم يكون موجود فيها. حاجه زي اللونج اكسبوجر، يمكن احنا اتكلمنا على اللونج اكسبوجر ده قبل كده في فيديو، برضه هحط اللينك بتاعه فوق ممكن تبقوا تتفرجوا عليه. اللونج اكسبوجر ده نوع من تصوير اللاندسكيب، هو لازم يكون فيه ترايبود عشان تعرف تحققه، هو اصلا ملاش حل تاني. الاستروفوتوغرافي او تصوير النجوم والكواكب والمجرات. ايه الكواكب ايه؟ الاستروفوتوغرافي تصوير النجوم عامه والمجره، تمام كده. ده ما ينفعش يمشي، ما ينفعش يحصل غير بوجود الترايبود. رابع بوينت بقى نتكلم عنها يا جماعه، وهي تصوير الافلام او الموفي ميكنج او الفيلم ميكنج، وات ايفر انت عايز تسميه ايه. انا عارف ان 3/4 الناس بتكون عايزه تصور فيديو او تصور او تيجي تعمل فيلم او تيجي تعمل محتوى بسيط، هم كلهم بيفكروا في ازاي هعمل كاميرا موفمنت صايعه، هعمل كاميرا موفمنت جامده. بس 3/4 يا جماعه الافلام العظيمه او يعني المخرجين الكبار، الترايبود او الستيل موشن بيكتشر ده كان عامل مهم جدا في افلامهم. يعني من الاخر كده، في 3/4 الافلام لو احنا نركز هنلاقي ان 3/4 الوقت اكشلي الكاميرا ثابته. فمش بس الناس بتعتمد على الجيمبلز او بتعتمد على المحركات اللي تخليني اصور فيديو او اصور فيلم على استابلايزر او على شيء متحرك، لا الترايبود عامل مهم جدا. فلو انت بتبتدي وعايز تصور فيلم قصير، او لو انت عايز تصور حتى سكيتس او اللي هو محتوى بسيط، تمام، انت تقدر تستخدم الترايبود في حاجه زي كده. فدي ميزه كبيره جدا للترايبود في صناعه الافلام. خامس بوينت بقى يا جماعه، ودي حاجه انا جربتها بنفسي فعلا، استعمال الترايبود بيخليك تغير شويه من البرسبكتيف او المنظور بتاعك انت كمصور. يمكن الطبيعي بتاعنا كمصورين الاعتيادي ان احنا بناخد الكاميرا نحطها قدام عينينا او نبص على ال سي دي، بيبقى دايما بيسموه على الاي ليفل. يعني انا واقف تمام كده، بحط الكاميرا قصاد عيني او قصاد وشي وببتدي اصور. المنظور ده بعد فتره بيبقى ممل، والفيور المتفرج برضو لما بيجي يتفرج على صور او فيديو من المنظور ده بيبتدي يحس بالملل لان مفيش جديد. الترايبود يا جماعه بحكم ان هو في الاول اصلا بيبقى صغير، تمام، واحنا بنبتدي نفرده على حسب احنا عايزين الطول بتاعه يبقى قد ايه، تمام. لما بنيجي نحط الكاميرا بتاعتنا في برسبكتيف او منظور مختلف، وهو فور اكزامبل انا حاطط الترايبود بتاعي معليه بحيث ان هو يبقى فوق مستوى العين بتاعي، او موطيه خالص حاطه على الارض، فبالتالي هو محطوط على برسبكتيف اوطى من العادي. ده بيفتح الباب لنوعيات صور ولكومبوزيشنز جديده انا ما كنتش بعملها قبل كده، والموضوع ده فرق معايا وانا جربته. ففعلا جرب تستعمل الترايبود بتاعك ان انت تحطه في زوايا انت الطبيعي ان هي ممكن تكون صعبه عليك،
او مجهده ان انا افضل مميل ومنزل جسمي عشان اعرف اصور على صوره مثلا جنب الارض، اللي هو يا دوبك الكاميرا محطوطه فوق الارض بشويه. ديت مش حاجه مريحه او مش حاجه بتيجي في دماغك ان انت تعملها على طول. انما بوجود ترايبود انت ممكن عادي تحط الكاميرا بتاعتك على الترايبود وهو اصلا قصير في الاول، فانت يا دوبك تحطه وتفرده يكون على مستوى الارض، فبالتالي تلاقي نفسك ان انت طلعت بصور مش متعود ان انت تاخدها. فتغيير البرسبكتيف ده اصلا بيفرق مع المصور جدا وبينقل الشغل بتاعه اكشلي لليفل اعلى. طيب ده يا جماعه فيديو كده سريع اللي من وجهه نظري 5 نقط ليه الترايبود المفروض يكون موجود في التول كيت بتاعتك. لو انت حسيت ان كان في معلومه فادتك ممكن تعمل لايك للفيديو. لو انت عندك نقطه تانية من وجهه نظرك ليه الترايبود ممكن يكون مهم بالنسبه لك، يا ريت تكتبها لي، عشان برضو احنا في الاول وفي الاخر كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفيد من بعض. اشوفكم في الحلقه الجايه يا جماعه ان شاء الله. السلام عليكم.